الأيام الأخيرة في حياة علي بن أبي طالب. وقف علي بن أبي طالب على منبر المسجد في صلاة الجمعة وقال: أيها الناس، سأبايع معاوية بالخلافة، هو أحق بها مني. فمن هو الخليفة يا علي الذي أنت تريده؟ قال: معاوية بن أبي سفيان. هنا في كتاب المصنف لابن أبي شيبة والطبقات الكبرى لابن سعد ينقل عن الإمام عامر الشعبي إمام العراق مولود 20 للهجرة، هو علي بن أبي طالب، ينقل عن الحارث. فيه شخصين اسمهم الحارث في العراق في تلك الفترة: الحارث الفقيه تلميذ عبد الله بن مسعود، والحارث الأعور اللي هو السبئي. يقول: لما رجع علي بن أبي طالب من معركة صفين علم أنه لا يملك، عارف خلاص أنه هو لن يكون خليفة، فتكلم بأشياء لم يكن يتكلم بها قبل ذاك، وقال أشياء لم يكن يقولها قبل ذاك. فقال: يا أيها الناس، لا تكرهوا إمارة معاوية، لا تكرهوا خلافة معاوية. علي يمهد أتباعه وشيعته أنه معاوية سيكون الخليفة، فوالله لو فقدتموه، لو قتل معاوية، لقد رأيتم الرؤوس تنضر يعني تقطع من كواهلها، من على الأكتاف، يعني كان كالحنظل يعني. فهنا علي يقول معاوية يكون الخليفة، ولو قتل معاوية أنتم ستذبحون. هنا عندنا الشاهد الأول عن علي قال هذا الكلام اسمه الحارث. نجد نفس الرواية في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري، ولكن عن الشعبي فقط. يقول: قال علي بن أبي طالب: لا تتمنوا موت معاوية بن أبي سفيان، فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تنضر أو تقطع عن كواهلها. هنا أيضا هشيم بيروي عن الإمام عامر الشعبي يقول: قلت للحارث بن حجر. فهنا هو يبين لنا أن الراوي هنا الفقيه اللي هم تلاميذ عبد الله بن مسعود 5، منهم الحارث بن حجر: ما حمل الحسن بن علي على أن يبايع بالخلافة لمعاوية ويسلم له الأمر، أي الخلافة؟ قال: إن الحسن قال إنه سمع من يقول، يقصد أبي علي بن أبي طالب: لا تكرهوا إمرة معاوية، لا تكرهوا خلافة معاوية. طيب، ولكن هنا أيضا هو يبقى الإمام الشعبي هو المصدر الوحيد لهذه الرواية. هنا في كتاب السنة لأحمد بن حنبل يقول عن الشعبي أن الحارث الأعور، وهذا زعيم الشيعة في زمن علي بن أبي طالب من السبئية، قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: لا تكرهوا إمارة أو خلافة معاوية، والذي نفسي بيده ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جماجم الرجال تندر أو تقطع عن كواهلها كأنها الحنظر، إلا أن يفارقكم معاوية، يعني لما يموت معاوية ستقتلون. طبعا علي كان يتوقع السبئية تقوم بمجازر ومذابح. هل هنا الراوي هو الحارث الأعور أم الحارث بن حجر؟ الله أعلم. لكن هل يمكن الحارث الأعور يقول هذا؟ نعم، لأن السبئية في زمن معاوية كانوا يحاولون أن يستردونه، فكانوا يعني يقولون بعض الروايات اللي ممكن تؤكد أن معاوية على حق يعني. لكن هنا هنجد طرق أخرى. احنا عندنا هنا الشاهد الأول الحارث، إما الحارث بن حجر أو الحارث الأعور. تعالوا لي الشاهد الثاني، وهو إبراهيم النخعي، وهذا من فقهاء الكوفة. إبراهيم النخعي، وهو اشترك في الجمل وذبح طلحة والزبير رضي الله عنهما، ثم ذهب وذبح المسلمين في صفين. تعالوا إبراهيم النخعي يشهد أيضا هذا. إبراهيم النخعي فقيه الكوفة في زمن علي بن أبي طالب يقول: لما سلم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه الأمر، يعني الخلافة، إلى معاوية، سميت سنة الجماعة. فقال له رجل من الشيعة: يا مذل المؤمنين، يعني يقول للحسن، الشيعة طبعا بيكرهوا الحسن وفيما بعد سيطعنونه، فقال له: أنت مذل المؤمنين. فقال: لا، بل أنا معز المؤمنين. سمعت أبي علي بن أبي طالب يقول: لا تكرهوا إمارة معاوية، لا تكرهوا خلافة معاوية، فإنه سيلي هذا الأمر بعدي، معاوية يكون الخليفة، وإن فقدتموه رأيتم السيوف تبدر عن كواهلها كأنها الحنظل. فهنا إبراهيم النخعي إمام الكوفة والشعب إمام الكوفة يقولان نفس الرواية، ولكن كل واحد منهم له سنته. لدينا شاهد ثالث على قول علي لذلك اسمه أبي صادق، وهذا ورد في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: قال علي بن أبي طالب: إن معاوية بن أبي سفيان سيظهر عليكم، سينتصر عليكم. قالوا: أفلا تقاتلوا؟ قال: لا، يعني معاوية هيدخل الكوفة وينتصر ويصبح الخليفة. طب وأنا كعلي ماذا سأفعل؟ قال: أنا سأستسلم، لن أقاتل معاوية. دي الرواية الموجودة لأبي صادق في كتاب السنة لأحمد بن حنبل. نذهب إلى كتاب الفتن لنعيم بن حماد عن أبي صادق أيضا يقول عن علي بن أبي طالب قال: إن معاوية بن أبي سفيان سيظهر عليكم، سينتصر. قالوا: فلما نقاتل؟ لماذا نحن نقاتل معاوية؟
فقال لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. لابد الناس يكون لهم حاكم صالح فاسد لازم، وإلا تكون فوضى يعني. في طبعا اختلاف في الألفاظ الروايتين، وهو أبو صادق لا نعرف من أين جاء التحريف. لدينا شاهد رابع على أن علي قال معاوية هيكون الخليفة، اسمه سفيان بن الليل، يقول سمعت حسن بن علي، طبعا نركز هنا اسمه ايه، حسن وليس الحسن. سمعت حسن بن علي يقول سمعت أبي علي بن أبي طالب يقول لا تذهب الليالي والأيام حتى يجتمع أمر هذه الأمة على معاوية، يعني معاوية هيكون الخليفة. طبعا الرواه نسبوا هذا القول للرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لدينا شاهد خامس أو سادس، هو زهير ابن الأقمر الزبيدي، قال خطب علي بن أبي طالب، خطب على المنبر في الجامع، وقال إني والله قد حسبت أن يدخل هؤلاء القوم أهل جيش الشام، جيش معاوية يعني، عليكم، وما بي أن يكونوا أولى بالحق منكم، يعني ربما يكونوا هم على الحق وهم أحسن منكم. اللهم قد كرهتهم، كرهت شيعتي وكرهوني، يعني علي هنا يصف العلاقة لنا بينه وبين شيعته، الشيعة يكرهون علي وعلي يكره شيعته. وسئمتهم وسئموني، اللهم فأرحني منهم وأرحهم مني. قال فما جمع، يعني لم يمر أسبوع واحد الجمعة قبل الجمعة المقبلة قتل علي. فهنا ده مذكور في رواية كتاب التاريخ الأوسط للإمام البخاري، وكتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، وكتاب تاريخ دمشق لابن عساكر. مذكور هذا أيضا في كتاب معجم الصحابة للبغوي، وكتاب غريب الحديث لابن قتيبة. وعلي يرفع القرآن على رأسه ويضغط المصحف ويبكي وأنه سيلقى الله. ففي كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي المتوفى 277 للهجرة، ينقل عن شاهد العيان أبي صالح الحنفي يقول رأيت علي بن أبي طالب آخذا بالمصحف فوضعه على رأسه حتى إني أرى ورقه تتقعقع، ثم قال اللهم إنهم منعوني أن أقوم في الأمة بما فيه. يقول إن شيعته منعوه من أنه يطبق القرآن. طب كان ممكن يلتحق بالسيدة عائشة وطلحة والزبير ومعاوية ويساعدوه في تطبيق القرآن يعني. فيضيف علي فأعطني ما فيه، اللهم إني قد مللتهم وملوني، أنا كرهت شيعتي وكرهوني، وأبغضتهم وأبغضوني، وحملوني على غير طبيعتي وخلقي وأخلاق لم تكن تعرف لي، يعني أنا اللي عملته خطأ وتصرفت بطريقة كذا هم السبب، فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا منهم. اللهم أمت قلوبهم ميت الملح في الماء، يعني الملح لما تضعه في الماء يذوب. شوف علي كيف يكره شيعته ويتبرأ من شيعته وشيعته يتبرؤون منه. في كتاب أنساب الأشراف للبلاذوري ينقل عن الصحابي عبيد الله بن أبي رافع، هذا كان وزير المالية في حكومة علي، يقول شهدت علي بن أبي طالب وقد اجتمع الناس عليه حتى أدموا رجله، فقال اللهم إني كرهتهم وكرهوني فأرحني منهم وأرحهم مني، فما بات إلا تلك الليلة، يعني قتلوه في نفس الليلة. ده هذا يرينا أنه قتل علي لم يكن مسألة تصرف فردي ولا كذا، بل أنه الشيعة كلهم كانوا يكرهون علي. يعني إذا كان الشيعة علي يحبونه لماذا لم يحموه من الناس الذين هجموا عليه وفعلوا به هذا؟ الرواية حضراتكم هنجدها أيضا في كتاب التاريخ الأوسط للإمام البخاري والتاريخ الكبير للبخاري وتاريخ دمشق. شاهد عين آخر اللي هو زهير بن الأقمر الزبيدي يقول خطب علي بن أبي طالب وقال والله إني قد حسبت أن يدخل هؤلاء القوم اللي هو جيش معاوية عليكم، وما بي أن يكونوا أولى بالحق منكم. اللهم قد كرهتهم، كرهت شيعتي وكرهوني، وسئمتهم وسئموني، اللهم فأرحني منهم وأرحهم مني. قال فما جمع، يعني لم يصل للجمعة المقبلة، يعني قتلوه في نفس الأسبوع لما قال لهم معاوية هيدخل ومعاوية سينتصر ومعاوية ربما يكون أولى بالحق منكم ومعاوية أحسن مننا، هنا قتلوه. لدينا شاهد ثالث لنفس الرواية اسمه سعيد التيمي يقول سمعت علي بن أبي طالب قال انفروا إلى عدو كبير، فجعلوا ينكلون فدعا عليهم فقال اللهم أدخل بيوتهم الذل. علي يتمنى أن شيعته يذلون وبيوتهم تكون في ذل، واملأ صدورهم رعبا، يتخافوا من معاوية، وأمت قلوبهم كما تميت الملح بالماء. هو هنا علي بيتحدث عن جنوده ولا عن أعدائه؟ يعني انتبه انه حتى معاذ بن ابي سفيان ما دعا هذا الدعاء، لانه هناك خرافه تقول ان الشيعة يحبون علي وعلي يحب الشيعة، وهذا غير صحيح. ان اكثر الناس كراهيه لعلي هم شيعته، وعلي كان يكره شيعته وشيعته يكرهونه، وكانوا يعتدون على بعض، يعني كان بينهم ضرب ومسائل يعني وصلت للتحرش البدني.
وهذا الذي سنجده. تعالوا حضراتكم لتحرش شيعة علي بعلي نفسه، لدرجة أنهم جعلوا أقدامه تسيل منها الدماء. علي في أيامه وساعاته الأخيرة. هنا في كتاب المصنف للمؤرخ الشيعي عبد الرزاق الصنعاني ينقل لنا نفس الرواية عن محمد بن سيرين اللي هو إمام البصرة، ينقل عن عبيدة. عبيدة إيه؟ قاضي العراق في زمن علي اللي احنا بدأنا بيه، وعبيدة من قبيلة مراد اللي منها قاتل علي أيضا عبد الرحمن بن ملجم. يقول: سمعت علي بن أبي طالب يخطب ويقول: اللهم إني قد سئمتهم وسئموني، ومللتهم وملوني، فأرحني منهم وأرحهم مني، ما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم. يعني لا يوجد ما يمنع أن الشقي فيكم يقتلني. يخضبها يعني يخضب لحيته يعني. ووضع يده على لحيته. هنا حضراتكم علي تحرير الواضح أن شيعتي سيقتلوني، وهذا مطلب الشيعة جميعا. يعني ما كان التصرف من عبد الرحمن بن ملجم، هم كلهم داسوا عليه وعوروا رجليه وهجموا عليه وحطوا المصحف على دماغه. فهنا علي على المنبر نحن سنجد انه علي تلقى اخباريات، وكان يقول لهم على المنبر: انتم ستقتلوني يا شيعتي. في كتاب انساب الاشراف للبلازري يقدم هشام بن حسان ينقل عن محمد بن سيرين امام البصره عن عبيده قاضي العراق ان علي بن ابي طالب قال: ما يحبس اشقاكم ان يجيء فيقتلني، اللهم قد سئمتهم وسئموني فارحهم مني وارحني منهم. يعني اخر خطب لعلي انه معاويه على حق، معاويه سينتصر، معاويه سيدخل الكوفه، أنتم يا شيعتي ستقتلوني، هذا مطلبكم، أنا أكرهكم، أنتم تكرهوني. هذا مذكور أيضا في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد.